يا ترى الثراء ده حظ ولا شطارة ومجهود جبار؟ طيب، لو قلت لكم إن في وجهة نظر تالتة خالص، وجهة نظر بتقول إن الثراء ده علم، علم ليه قوانين وقواعد زي الفيزياء والكيمياء بالظبط. يعني ممكن يكون في طريقة مضمونة للغنى. تعالوا نكتشف ده سوا. وده سؤال منطقي جدا. لو الحكاية مجهود وبس، كان المفروض أكتر ناس بتتعب جسديا هم أغنى ناس في العالم. بس الواقع بيقول غير كده خالص. يبقى إيه السر؟ إيه اللي بيعمل الفرق ده كله؟ السر مش إن الأثرياء بيعملوا حاجات مختلفة تماماً عننا، لأ، هم بيعملوا نفس الحاجات العادية بس بطريقة معينة. والطريقة دي مش خطة تسويق ولا استراتيجية شغل، لأ، دي بتبدأ من جوه، من العقل. الفكرة إن أفكارنا هي اللي بترسم الواقع المادي بتاعنا، بالظبط زي ما المهندس بيرسم تصميم البيت على الورق قبل ما يتبني طوبة طوبة. طيب خلينا ندخل في أول مبدأ أساسي في الكتاب، والمبدأ ده ممكن يكون صادم شوية لبعض الناس، وهو إن الرغبة في الغنى مش جشع ولا طمع، دي حق طبيعي بل وضرورة كمان. الجملة دي ممكن تبان قوية قوي، بس خلينا نفهم المقصود. المؤلف هنا مش بيقول اجري ورا الفلوس وبس، هو بيقول عشان ننمي عقلنا وروحنا ومواهبنا محتاجين أدوات. زي الرسام اللي محتاج ألوانه وفرشته عشان يبدع، إحنا كمان محتاجين الموارد زي الكتب والسفر والبيئة الكويسة عشان نطلع أفضل نسخة من نفسنا. يعني لازم نعيد تعريفنا للثروة. تخيلوا إن جوه كل واحد فينا بذرة لموهبة أو فكرة عظيمة. لو البذرة دي فضلت في أرض فقيرة من غير موارد أو فرص، غالباً هتموت ومش هتكبر. فالسعي للغنى هنا هو ببساطة إننا بنوفر للبذرة دي التربة الخصبة والمياه عشان تنمو وتكبر وتفيد العالم كله. وهنا بقى بنوصل لنقطة التحول الحقيقية، الفرق الجوهري في العقلية اللي بتفصل بين عالمين، عالم مبني على الندرة وعالم تاني مبني على الوفرة. أغلبنا للأسف بيفكر بطريقة تنافسية، يعني بنبص للثروة كأنها تورتاية حجمها ثابت. لو أنا أخدت حتة كبيرة يبقى أكيد في حد تاني هياخد حتة أصغر. لكن عقلية الأثرياء المبدعين مختلفة. هم مش بيفكروا ياخدوا حتة من التورتاية الموجودة، لأ، هم بيخبزوا تورتاية جديدة خالص، زي اللي بيخترع تطبيق جديد يحل مشكلة معينة. هو كده خلق قيمة والثروة جديدة للكل من غير ما ياخد حاجة من حد. الكتاب بيقول إن الكون ده بيتجاوب مع أفكارنا اللي مسيطرة علينا. لو كل تفكيرنا مركز على الديون والمشاكل هنلاقيها بتكتر، لو كل تركيزنا على الخوف هنلاقي عقبات في كل خطوة. لكن لو قدرنا نثبت صورة واضحة جدا للثروة والفرص في عقلنا، الكون هيبدأ يحرك الظروف عشان الصورة دي تبقى هي الواقع بتاعنا. تمام، كلام نظري جميل جدا، بس السؤال العملي بقى، إزاي أثبت الصورة دي في عقلي وأنا واقعي بيقول عكسها تماماً؟ الكتاب هنا بيقدم لنا أداتين أساسيتين هما المفتاح لكل حاجة. تخيلوا كده إن الفرص والثروة دي زي إشارة راديو بتتبعت لنا طول الوقت، بس لما عقلنا بيبقى مليان شكوى ومقارنة بالغير ونقد وحسد، ده بيعمل وش جامد قوي، ضوضاء بتغطي على الإشارة دي تماماً، وببساطة مستحيل نسمع صوت الفرص وسط كل الدوشة دي. طيب إيه الحل؟ الحل هو الامتنان. الامتنان هنا مش مجرد شعور ظريف، ده أداة، هو المؤشر اللي بنظبط بيه تردد عقلنا على تردد الوفرة والخير. لما بنكون ممتنين بجد للي في إيدينا دلوقتي واللي جاي في الطريق كأنه وصل خلاص، إحنا كده بنوصل نفسنا مباشرة بمصدر كل الثروات دي. ممكن حد يقول إزاي أبقى ممتن للثروة وأنا حسابي في البنك على الحديدة؟ وهنا بيجي دور الأداة التانية، قوة الإرادة. بس خدوا بالكم، قوة الإرادة هنا مش عشان نجبر الناس أو الظروف إنها تتغير، لأ، دي عشان نجبر عقلنا إحنا إنه يفضل مركز على الصورة اللي عاوزينها، حتى لو كل حاجة حوالينا بتقول إنها مستحيلة. وهنا بقى بنوصل لواحدة من أهم النقط اللي ناس كتير بتغلط فيها. بيفكروا إن مجرد التفكير الإيجابي وقوة الإرادة كفاية، لكن العقلية دي عاملة زي موتور العربية، محتاجة بنزين عشان العربية تمشي. البنزين ده هو العمل. الترتيب ده مهم جدا. الفكر بيجذب الفرصة ناحيتك، بيخليها تيجي تخبط على بابك، لكن العمل هو اللي بيخليك تقوم تفتح الباب ده وتستقبلها. من غير حركة الفرصة هتفضل بره. طيب نتحرك إمتى وفين؟ الإجابة واضحة وبسيطة، دلوقتي وفي مكاننا الحالي. مش محتاجين نستنى الظروف المثالية أو الفكرة العبقرية. ودي نصيحة مهمة جدا لأي حد بيبدأ، وخصوصا الشباب. ابدأ باللي في إيدك دلوقتي. كل خطوة صغيرة بناخدها النهاردة هي اللي بتبني ظروف بكرة. اللحظة الحالية هي القوة الوحيدة اللي بنملكها بجد. والفكرة مش في عدد ساعات الشغل،
العالم مليان ناس بتشتغل كتير جدا ومش بتوصل لحاجة. العمل الفعال معناه إن كل حاجة بنعملها مهما كانت صغيرة، حتى لو رد على إيميل، بنعملها وإحنا حاسين إنها نجاح في حد ذاتها، وإنها بتقربنا خطوة من هدفنا الكبير. بنزرع في كل مهمة قوة رؤيتنا. وأخيراً نوصل للمبدأ اللي بيربط كل اللي فات ده ببعضه، وبيحول الشخص فعلاً لمغناطيس للفرص والناس والأموال. كل الكائنات الحية ومنهم إحنا عندنا رغبة فطرية في النمو والزيادة. عشان كده بننجذب تلقائياً للأشخاص والأماكن اللي بتدينا إحساس بالتقدم. لما تصرفاتنا وكلامنا بيدوا انطباع بالنجاح والثقة والنمو، الناس بتحس إن التعامل معانا هيفيدهم ويخليهم يكبروا، فبيبدأوا ينجذبوا لينا ومعاهم الفرص والأفكار. إذن دي المعادلة الكاملة. أولاً صورة ذهنية واضحة جداً للهدف. ثانياً إيمان ثابت إنها جاية في الطريق. ثالثاً امتنان عميق كأنها موجودة بالفعل. رابعاً عمل فعال دلوقتي باللي متاح. وخامساً وأخيراً لازم كل تعاملاتنا تدي إحساس بالنمو والزيادة للطرف التاني. دي مش مجرد كلام تحفيزي، دي خطوات عملية علمية. حسب الكتاب ده، تطبيق القوانين دي بيخلي النجاح مؤكد والفشل مستحيل، زي ما مستحيل الشمس تطلع من الغرب. دلوقتي الخريطة الكاملة بقت في إيدينا. السؤال المهم هو الرحلة هتبدأ إمتى؟